والتو معناها لي بلاتو في المغرب يحكيوا برشا على تصريح زياد الجزيري معناها زاد الضخمة حتى قالوا واحد اخر ما حتى في السؤال شنو قلنا احنا خالد قلنا ساهم تصريحات جزيري وفرجاني ساسي في اشعال اجواء مواجهه المنتخب خليني اقول لك المنتخب المغربي اللي باش نقابلوه نهار 7 جوان ماهوش المنتخب المغربي اللي قابلناه قبل دونك اقوى ولا اضعف بالطبيعه اقوى ولا اضعف حاتم زيد بالطبيعه منتخب رابع العالم توفيق للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله انتصار على المنتخب المغربي يعطيكم الصحه بالطبيعه ايضا سي خميس الحامزاوي اللي كان معاه هو رئيس بعثه المنتخب الوطني التونسي الى والمكلف المنتخب الاول مجدي المصراتي نحكيو على بوليميك لانه حكينا على كيب ناسيونال حكينا على ماتش بوركينا فاسو اليوم عندنا رانديفو مهم ما تنجمش تكون مباراه المغرب مباراه عاديه نجمش نحكيو على مباراه وديه ريفاليتي كبيره بين تونس والمغرب احنا الماتشات الاخرانيه هما عندهم لاسوندون بسيكولوجيك علينا مباراه تونس المغرب من العام الى الخاص انت كيف تشوفها مجدي وانت كنت دولي وتعرف معنى مقابله هذه كما قلت يظهر لي ما تنجمش تكون مقابله وديه معناها نختصروها في وديه ديما فما طابع جدي ديما فما تاريخ باش يقيد فما معناها كما نقولوا ريفاليتي كبيره برشا كما كانوا يحكوا الخيان الكل المنتخب المغربي اللي باش نقابلوه نهار 7 جوان ماهوش المنتخب المغربي اللي قابلناه قبل دونك اقوى ولا اضعف بالطبيعه اقوى ولا اضعف حاتم زيد بالطبيعه منتخب رابع العالم ديما فينال كوب دو موند معناها ما تحكي على منتخب بوتيتر انا السؤال حكيت على الفتره الاخرى تاع كوب دو موند الاخرانيه معناها زاد تقوى المنتخب ولا مغربي جاوا لاعبين جدد عندهم امكانيات كبيره برشا لو شوف تشوف القيمه التسويقيه نتاع المنتخب المغربي 354 مليون يورو بالقيمه التسويقيه نتاع واحنا 53 تفهم اللي فما ديفيرنس مع ديفيرنس كبيره برشا دونك المنتخب المغربي نجوم كبار فيه باش يكون ماتش صعيب على تونس لكن تونس عندها الاكسبيريونس وعندها الماتيوريتي اللي تخليها تنجم تعمل ماتش كبير بالنسبه لتصريحات ديال الجزيري وفرجاني ساسي يمكن تصريح ديال الجزيري هو اللي عمل بوليميك اكثر لانه زي الجزيري نعرف معناها يمكن عنده مع المغرب واللي خلاهم معناتها يتقلقوا برشا هو الفينال تاع 2004 زي الجزيري كان هداف الفينال دونك سينما بالنسبه لهم ذكرى سيئه زي الجزيري في المغرب هذاك علاش معناتها صارت بوليميك كبيره برشا وزياد ذكي زياد كلاعب كان ذكي كان مسير تو ذكي يعرف يتعامل مع المقابلات الكبيره هذه حتى لاعبين المنتخب اون فالور اقتصاديا مجدي كان ذكي برشا يعرف يتكلم ويعرف يحمي اللاعبين ويعرف يحمي المنتخب حكى مع اللاعبين كما كان يحكي هاني معناتها اللاعبين كل حكى معهم معناتها كل واحد وحده لكن كي تشوفوا كيفاش يتصرف مع فرجاني ساسي تفهم اللي هو معناها عارف ايش قاعد يعمل يتصرف مع فرجاني حتى الملاعبين اون فالور عطاه قيمه كبيره برشا يعرف اللي فرجاني معناتها تعدى بمراحل صعبه مع ليكيب ناسيونال كان فما برشا نقد في معناتها في مقابلات سابقه في ديزيسيونز سابقين اليوم حطوا اون فالور شفنا فرجاني اخر مقابله كان احسن لاعب براتيكمون في المقابله ليفل اخر فرجاني مجدي للامانه ليفل اخر نتاع لاعب كبير جدا صناع عمل عام كبير برشا هذا اللي خلى معناتها برشا انديه تحب عليه في الخليج حتى نادي الغرافه كانت تقدم له بعرض كبير برشا باش يجدد سنتين مع الغرافه زياد عرف كيفاش ياخذ اللاعب هذا في المنتخب حطوا فالير وقالوا راك انت لاعب معناتها باش تكون فاعل في المستقبل القريب ليدر صح تكون ليدر معناتها شوف وقت اللي يجيك ملاعب كيما زي الجزيري اسطوره في المنتخب ويحكي معك كلام كيما هكا يظل مزيدك كان قوه وكونفيونس ويحملك مسؤوليه كبيره وفرجاني كان قد المسؤوليه حتى تو لا فرجاني ساسي معناها نشوفوا توا سبيتش تاع زياد مع فرجاني خالد نشوفوا زياد الجزيري قربه الملاعبيه شفنا الكلام اللي قالوا على المغرب اوكي في اطار الصراع عادي امر عادي دون تاويلات معناها لكن تم تاويله برشا بالحق راه وشوف انا والله خالد بقيت نتابع من ماتش بوركينا فاسو تو معناها لي بلاتو في المغرب يحكيوا برشا على تصريح زياد الجزيري معناها زاد الضخمه حتى قالوا واحد اخر ما في السؤال شنو قلنا احنا خالد قلنا ساهم تصريحات جزيري وفرجاني ساسي في اشعال اجواء مواجهه المنتخب خليني اقول لك انا الاجواء هذه اللي ممكن سخنت قبل المباراه مش كان في المغرب او في تونس حتى في فرنسا لو خيين يتبعوا فينا في فرنسا في المباشر تحيه لياسر يقول لي صديقي ياسر تحيه ليك ياسر
تبعنا وسمعنا، عنا برشا معلومات نفيدوا بها كل الجاليه نتاعنا في باريس. المباراه سخنت حتى في باريس حاتم، لانه تعرف الجاليه التونسيه كبيره في فرنسا، وكذلك الجاليه المغربيه كبيره. نحن كلنا اشقاء وكلنا اخوه، تجمعنا العروبه، يجمعنا الدم الواحد، يجمعنا الدين الاسلامي. فقط مباراه كره قدم 90 دقيقه وتنتهي. في المواجهات الكبرى والحاسمه تاريخيا كان خلينا نقول الطالون تاع المنتخب التونسي او الكعب نتاع المنتخب التونسي اعلى على جيرانه، سواء كان المنتخب الجزائري او المصري او حتى المغربي. في الكان نتاع 2012 المنتخب المغربي داخل بارمده كبيره ضد المنتخب التونسي، وانذاك كان المدرب الفرنسي جيريتس. تتذكروا دوك ولا لا يا ريت. نتذكر ليله المباراه عامل كونفيرونس دو بريس نحكي معاه، قلت له سي ان ديربي مسيو جيريتس. قال لي نوسيون ديربي تنحات بين تونس والمغرب، لان اليوم انا قاعد نتعامل مع مجموعه نتاع نجوم، فيها يوسف بالهندا وقتها، فيها شماخ، وفيها نيبت، اسماء كبرى وكبرى جدا في المغرب. في نعم 2012 الجابون 2012 هدف يوسف المساكن اللي طيح به الديفونس كامل. علاش هم يقعدوا متقلقين؟ لانه يوسف عمل فيهم، زياد عمل فيهم. هم شوف هم وكاس العالم سامحني كاس العالم 2006 مع روجيلومير في المواجهات المباشره بيناتنا هم فايتين، لكن احنا في ليزيشونس الكبار كوب دافريك او مونديال دائما نكونوا عندنا الاسبقيه عليهم. وهنا الريفاليتي هذه عاديه وامر عادي جدا، لانه اسم تونس راهو يوزن رياضيا في كل الرياضات، توجع كل الجيران نتاعها رياضيا. تونس رغم قله العدد نتاع السكان نتاعنا وقله الامكانيات نتاعنا، موجودين في السباحه، موجودين في السله، موجودين في اليد، موجودين في الطايره، وموجودين في كره القدم، وافضل من الجيران نتاعنا. وصلي شوشان راهو احنا البلوز امبورتون توا ركزوا على الماتش هذايا اللي تحكي فيه انت، كله واقع، حتى حد ما ينجم يمحيه، حتى حد ما ينجم معناها ينحيه من كتب التاريخ، لكن توا فما واقع اللي كونه في السنوات الاخيره معناها المغرب عملت قفزه كبيره برشا. وقت اللي احنا في السنوات خلينا نقولوا نتاع ما بين 16 و 18 19 عملنا قفزه كبيره، وصلنا 14 عالميا، وصلنا عندنا حظوظ، وصلنا عندنا صفوه من اللاعبين، لكن ديما معناها نبرزوا بالكوليكتيف، صح، ديما نبرزوا بروح المجموعه، ويكون عندنا ان تالون او دو هو يلديبلوك لا سيتواسيون. باهي المغرب لا، المغرب تبرز بالإنديفيدواليتي نتاعها، تبرز باللاعبين النجوم اللي يلعبوا في اعتى الفرق الاوروبيه، اللي يلعب لك في مدريد معناها دياز، حكيمي على ليبوك زاد كيف انتر مدريد، توا بي جي، كبار القوم في كرة القدم العالميه الامانه، بونو النيسري، توا النسيري، كعبي ايوب كان احسن لاعب، وناحيه ليبوك مرابطات الزوز، نور الدين وخوه، فهمني، سفيان، معناها كانت عندهم جينيراسيون كبيره برشا وعملوا كوب دي موند ممتازه في 2018 بك الماتشات الشهيره مع البرتغال واسبانيا وقتها 3-3 وكل شيء. 2022 يزون كونفيرمي، قلت لي احنا وخرنا حقيقه، معناها ميفو با ما نبداوش نحكيو على ريفاليتي، نحن في مقارنات. وهذاك اش خطك يعني ياخذ المغرب توا ماهيش المغرب تاع قبل، ماهيش مقارنه. اما راهو بارفوا كي تجي باش تقدم مباراه، يعني نحب برشا لي زوروبيان علاش خاطر يخدموا لوجيك، يخدم كورب، يحط لك كورب ويحط لك العوامل اللوطه ويحط لك البوزيسيون نتاع الفيفا من الفوق. وقت اللي تونس ماشيه قاعده فهمتي وتطيح في الكلاسمون، هما لا كورب اوبوزي، صح، ماشيين يطلعوا. بار كونتر تقول لي يلقاو برشا مشاكل معنا في الدربيات، نقول لك صحيح. تقول لي راهو ايزون دو مال باش يتعاملوا مع السيستم دو جو نتاعنا، نقول لك صحيح. تقول لي راهو يقراونا 1000 حساب ويخافوا سورتو فهمتني من لا رابيديتي نتاع لي كونتر نتاعنا ومن الهجمه المرتده والترانزيسيون، نقول لك صحيح. كيما نقول لك زاده اللي هما سور لو بلان كاليتي خير منا برشا وديبلوكاج دو سيتواسيون صعاب، ويقراو لي سيتواسيون والسكيلز نتاعهم والتكنيك خير منا، صحيح. انا في الكوره قد ما تقيم الادفيرسير نتاعك في دوك، انا ممكن الفكره نتاعي ما فهمتهاش انت جوست كملت هذه نحكي على ريفاليتي الاكثر الاقل كرويا، نحكي انت على الريفاليتي اللي هي جغرافيه ومن بعد انتقلت للرياضه. وتونس كانت عندها كعبها عالي جينيرالمون في زوز ماتشوات اللي احنا نذكروهم ولا 3 ماتشات نذكروهم على المغرب. كملت اللي ربحت فيهم تونس اللي ترشحنا به الكوب دو موند تاع 2-2 والفينال تاع اليورو تاع الكان وال جابون وفوالا وتونس جابون سيول 1988 سيول بعدنا برشا. دونك نحكي هذوما 3 ماتشوات في ال 15 عام الاخرانيين اللي نتذكرهم ولا 20 عام الاخرانيين اللي التوانسه يتذكروهم. كل ما قابلنا المنتخب المغربي خرجنا بلوز موا بنتيجه ايجابيه وترشحنا ولا ربحنا ولا كذا، لكن حال البارح ماهوش حال اليوم.
احنا جايين الحقيقه من عامين كاتاستروفيين. دكتور انا عندي سؤال. مجدي حكى على فالور مارشاند، قيمه تسويقيه تاع منتخب، يحكي على 354 مليون دورو. انت تعرف تونس قداش ولا 53 ما بين 50 و 65 و65 هذا 7 فوا بلوس. صح تحكي لي 7 فوا بلوس انتر 6 و 7 فوا. تحكي لدي شيفر سامحوني في الكلمه تفجع معناها انورم بالحق انورم معناها به. لهنا انا نحب نشوف كيفاش منتخبنا مع المغرب. كلامك بارفوا تحكي في حاجات لوجيك. انت كي تقول لي توا مغرب تونس اوكي نمشي معاك لا وريفاليتي وعندنا ودربيات واحنا تونس قبل التاريخ حاضر توا قداش قلت انت 53 نقولوا 60 احنا تونس 60. حكيم يسوى 75 وشفنا شنو افهم وحدك احسن رقم لاعب واحد يا ولدي احسن نقول لك من الاخر كما جاش فما ديمبيلي سنه كما جاش فما ديمبيلي سنه برزك البروز اكسترا اوردينير منقطع النظير 47 مساهمه ما بين اهداف واسيست راهو حكيمي مرشح بارز البالون دور صح. اني نقول لك بيان سور الراجل اريير لاترال ماركي 14 بونتو وعاتي 10 اسيست وجمعيته في اغلب المباريات. ماركيهم في الليج 1 دكتور. لا في الشامبيونز ليج 14. لا نحكي لكم في سيزون كامله اما ماركي في الشامبيونز ليج صديقي ديمي فينال وفينال ماركي لك. لا وماركي كار كونتر استون فيلا بونتو 0-1 غادي في الانجلتير في برمنغهام وماركي فهمتني ولا كونتر الانتر ماركا كونتر ارسنال هو نسيتك ماركا كونتر الانتر لا كونتر الارسنال زيدا اي ماركا البونتو الثاني في باريس السيد اريير دروا ماركي لك كار دومي فينال ايش تحبني اي ميم طون يلي لا دي ميور 100%. لاعب جوكر ما تحسوش كان شيء سيدي بلا نحكي لك حاجه لاعب جوكر نحكي لك حاجه ريغوز زاد بخلاف ريغوز ليكيب تيب نتاع اليو اف ا ليكيب تيب تاع الشامبيونز ليج حاطينه الي دروا. خالد بالحق ما زلنا عايشين على بعقليه 2004 خاطر شفت الكومنتير قدامي بالحق. ليه عايشين بعقلية 2004 ليه؟ لأنه 2004 دخل في طيات التاريخ ولكن ما يتنسيش لأنه يبقى رقم ورمز للتوانسة الكل وفرح التوانسة الكل. التاريخ هذاك في 2004 صحيح اللي ما عندوش التاريخ هذاك ما نجمش يبني باش يحضر مستقبل باهي. ولكن ديما نقول أنا حاتم رغم الصعوبات اللي تمر بهم بلادنا سواء كانوا مالية أو اقتصادية أو كذا دائما تونس موجودة راهو رياضيا للأمانة وفي كل الرياضات في مثل المواقف هو المباريات الكبرى هذه المنتخب التونسي ما يحشمش التوانسه. وانا متاكد بقطع نظر عن نتيجه المباراه انه مش نقدموا مباراه محترمه جدا لانه تعودنا انه نلعبوا ضد كبار القوم خاصه كي نلعبوا ضد كبار القوم نقدموا حاجه مزيانه وعندنا المخزون الكروي نتاعنا ونقلقوا كل الفرق الافريقيه نحن والعربيه ومعروفه حتى عند الاوروبيين كي حلوا المباريات على المنتخب التونسي مش بالسهل انه يسميك ايطاليا افريقيا انك تعرف تسكر تعرف تلعب تعرف تقتل الطرح رغم قيمه. انا كونتر الحكايه نتاع ايطاليا افريقيا هذاك رايك انت عادي بالعكس. نحكي لك خالد نحب نكور انا نحب نكور ولكن لي زاتو تاعي ما يخليونيش نكور بالحق. لي زاتو ما عنديش علاش الفكره هذه لي زاتو ما عنديش. سامحني شنو معناها ايطاليا افريقيا ساعه يا اخي ايطاليا يتذكر برك ايطاليا تلعب الكونتر ايطاليا تلعب الكونتر هي كلنا نلعبوا الكونتر اتلتيكو مدريد ولات مرة مش خايبه طريقه من طرق التكتيك في كره القدم العالميه. كل واحد عنده المنهج اللي يراه اصلح واقرب ويوالف اكثر امكانيات لاعبك وامكانيات لاعبيك حسب امكانيات المنافس. اليوم تحكي على منافس راهو من طراز عالي وعالمي جدا. اليوم المنتخب المغربي قادر انه يهزم اي منتخب عالمي. حبينا نلعبوا مجدي وماركيو ماركينا كونتر بوركينا فاسو بيت نوار عندي انا قلت لك انا نتفجع كي نسمع منتخب بوركينا كي نحبوا نلعبوا ماركيو علاش تقول لي ايطاليا نتاع افريقيا علاش اتلتيكو مدريد نتاع افريقيا نسكر ونلعب على الكونتر. لا يا خويا نحب نكور انا يا حاتم شوف تحب تكور لازمك امكانيات باش تكور. شوف المدرب الذكي ولا معناتها المدرب الذكي اللي يعرف يتعامل مع الكيتين تاع اللاعبين نتاعو. ما تجيش انت معناها عندك لاعبين مستواهم الفني متوسط باش تصنع لاعب كونتر منتخبات كبيره. احنا لازمنا نعرفوا نتعاملوا مع كل مباراه. اليوم كيفاش نحكيوا على المنتخب التونسي ضد المنتخب المغربي الفوارق كبيره برشا. دونك باش بالطبيعه الفنيه يعني. دونك انت باش توقفهم وباش تعمل مباراه كبيره لازمك تكون معناتها سير بلان تكتيك قوي وتعرف تجيري المقابله نتاعك كما يلزم. واحنا تونس عودتنا في كل مقابله ونكونوا احنا ما عندناش شانس كبيره نعملوا مقابله كبيره معناتها في كل مقابله معناتها المنتخب المنافس يكون هو اقوى منا على الورق نعملوا مقابله به. احنا في تونس كي تبدا مقابله سهله
ما نعرفوش نربحوها وندخلوا فيك البريسيبيتاسيون وما نعرفوش نجيريو ماتشونا. هذاك علاش الماتش هذايا الفوارق كبيره، لكن نجم نعملوا مقابله به. نعملوا مقابله خاطر اوني دون نوتر اليمون. بلاتي تفكر دكتور بريباراسيون فاز بريباراتيف تاع الكوب دي موند، لعبنا كونتر البرتغال، لعبنا مع شكون؟ مع اسبانيا، مع كوستاريكا، مع ايران، عملنا مباريات كبيره. عملنا تورنوا في تركيا حتى في الاوفنسيف لعبنا. تحكي على 2018 اي نحكي لك على 2018 وما لا تراح الكبار دكتور. ماركينا يا مشينا زاد للجابون، عملنا ترايحين مع الجابون والكوريا لا راك الله مكرون. بلا عملنا الكيرين كاب، عملنا دوره محترمه قبل بعام. ربحنا. اي اما من بعد زاد عادين نزمر شويه خايبين برشا. صحيح. اي اما سامحني انت توا نجمش عادي 90 دقيقه وانت تدافع راهو. لازم يكون سيرتا مومون شكون عندك الكره كيفاش تتصرف فيها. اسكو عندك دي سيدي دو جو، اسكو عندك فكر معين، اسكو تعرف كيفاش تمشي فير لافون، اسكو تعرف كيفاش توظف الامكانيات تاع لاعبيك، اسكو اليوم باش يرجع العيدوني وحنبال ونيس بسليمان في الوسط ولا واحد منهم ولا زوز، فرجاني جيماجيني فايتر بريزون خاطر في فورمه كبيره. تصور الشده بتشكيله مثاليه. تشكيله مثاليه بس علي العابدي باش يكون في مكانه. علي العابدي باش يكون في مكانه. دراغ فاليري باش يكمل ولا بوتيتر جيماجيني. نتصور يكمل فاليري عمل مقابله. اسكو برون باش يرجع بلاصه غرام، اسكو غرام باش يكمل، جو سي با يا با مال دو كيسيون، احنا مانيش حاضرين معاهم، لكن اون سو بوز سي كيسيون. الحاضر يلعب سو كي سور، هما يعرفوا اسكو باش يلعب شوات، اسكو باش يلعب مستوري، اسكو باش يلعب الطيف اونكور فوا، اسكو باش يرجع لعاشوري. لو نسالك انا اسكو الطيف يمشي على اليمين وعاشوري يلعب على اليسار. لو نسالك دوك معناها بالنظر المباراه بوركينا فاسو، معناها الفورماسيون مثال فورماسيون سي انت قدامك منتخب المغرب حسب راي دحمان فاليري عابدي سور لي واحد فابتي لي كوتي. جيماجين شارجع برون طالبي برون. حسب رايي يلعب العيدوني. حنبال كانوا حاضر يلعب خاطر يعطي بوكو دو سوليسيون. وفرجاني عيدوني فرجاني حنبال فهمني. القدام يلعب العاشوري. هذه تمشي في الوسط دوك. التركيبه هذه تمشي في الوسط. حنبال عيدوني فرجاني على الفورمول. عيدوني سنتينيل وفرجاني روليور مع حنبال. وحنبال ديما ياخذ الكولوار اللي تحت لاتاكون. كل كاري 14 فارغ هذاك تاعنا. ابري ماستوري شوات له شويه تري ديفيسيل. هما يعرفوا، هما يحاولوا كيفاش معناها يوظفوا اللاعبين، هما يشوفوا فهمتني شكونوا حاضر اكثر. اني امون افي توا زوز لاعبين قراب برشا لبعضهم في المستوى فهمتني، قراب ياسر. بور اون فوا لقينا دوز اتاكون الحقيقه زوز ماهمش توب. هو راهو سي فغي شوات ما سجلش دوك، سامحني على شوات، لكن عمل مباراه بدنيين وتكتيكيين كبيره برشا. امون افي شوات يبدا قبل مستوري. امون افي شوات يبدا قبل مستوري خاطر يلعب اكثر، يلعب اكثر جمعيته ولا اكثر كوليكتيف ويخرج اكثر ويوزن على الدفاع المنافس اكثر. امون افي شوات يبدا ومن بعد جيماجين كان عاشوري حاضر يلعب عاشوري على اليسار والطيف على اليمين. مش يكون عاشوري موجود نتصور. عندك توافق دوك مارسي ولا عندك شويه تغييرات دي شانجمون؟ لا نتصور اذا كان اللاعبين هذا معناتها جاهزين 100% نتصور هذيك التشكيله اللي باش تكون موجوده. نتصور غرام باش يكمل مع حتى انا غرام نتصور باش يكمل مع طالبي دو بي اخر مقابله. الحقيقه غرام بالنسبه ليا معناتها انا شخصيا لعبه ديما لانه لاعبي عنده بوتنسيال كبير، لاعبي صغير نبنيو عليه المنتخب. تعرف انت معناتها الديفونسور خلينا نكونوا ضد الدوك. صحيح معاك. لا معناتها لا ما صحيت كل واحد برايه وتبيعه. على غرام نشوف نجم يكون مستقبل المنتخب التونسي. هذاك يلزم ديما يلعب بالنسبه ليا ويتطور وياخذ خبره اكثر. على اليمين باش يكمل فاليري نتصور لانه عمل مقابله باهيه الحقيقه وكوستو ملاعب اتليتيك كيف علي العابدي ما نحكيوش عليه كورته نظيفه. هذا على فكره يان فاليري تحسن برشا على قبل في شيفيلد معناها تفرجت عليه معناتها اخر مقابله يظل يلعبها في المنتخب التونسي. لعب يظل كونتر البرازيل في ماتش اميكال يظل ما كان جاهز. لعب يظل كونتر البرازيل في ماتش اميكال. الحقيقه عمل ماتش وقتها الناس كل معناتها كانت تعديتها كوتي لكن وقتها ما كان جاهز 100%. اخر مقابله الحقيقه بيرسونيلمون عجبني دونك نتصور باش يكمل هو. على اليسار علي العابدي معناتها ما نحكيوش فيه معناتها علي العابدي قبل الناس الكل. شمتاو ثنائيه العابدي حكيمي. نتصور نتصور عيدوني كيف باش يكون سنتينيل قدامه فرجاني. حنبال كان جاهز بالطبيعه 100%. نتصور بن سليمان انا في مكان في بلاصه حنبال واحد منهم حتى بن سليمان شوف كي دخل راهو عمل معناتها
كما نقولوا لا ابار البونتو ابار البونتو وعطى توازن في الوسط، عطى توازن وعطى معناتها الوسط ولا سوليد معناتها لونجاجمون فيزيك، خاطر الحقيقه سيرتو ميتولو كلاونا في الوسط ماتش بوركينا فاسو كي دخل بن سليمان الحقيقه عطى توازن الوسط وعطى معناتها كما نقولوا صلابه للوسط. دونك بن سليمان ولا حنبال جاهز باش يلعب. القدام عاشوري كان جاهز بالطبيعه كيف لازم يكون موجود معناها الراجل في اف سي كوبنهاجن معناتها فنيا ولا تحب انت معناها ولاعب اتليتيك معناها. انا متاكد سامي سيعيد سيناريو 2012 لانه سامي كان هو مدرب المنتخب الوطني التونسي في 2012 في الجابون، سيعيد الكره هذه المره وينتصر على المغرب في المغرب هدفين مقابل هدف، ساشون كو البونتو الثاني البونتو نتاعهم في الجابون كان اوف سايد ولكن حسب الحكم. هي بارامون المغرب عندها غيابات دياز يغيب براتيكمون 90% تو كنت نقرا زاد ينجم يكون الكعبي ونصيري مش حاضرين معناها براتيكمون تريو داتاك الحاضر نتاعها توا في الليسته اللي نتمنى المغرب حاضره بالارمدان نتاعها الكل دوك وتهبط بال 100%. خلينا نقيسوا رواحنا كمان. شجاع برشا. اسمع كل مره يتحفنا بنمرو كل جمعه يجي شجاع اكثر من العاده. والله لا اسمع شجاع نحب قال لك المغرب بالارمدان تاعها بون دي فورم هيك جاوب تفضل. ما جاوبوش خويا تحبش تقرا على الكبار انت بالعكس يعني تعودت نقرا على الكبار انا انت كل كلمه يقولها تحصل هنا قول جاوب المغرب جاوبوا خير جاوبوا لا خويا انا عندي ثقه في اولادنا واللي يحضر يززي وان شاء الله واللي يجي مبروك ومرحبا لكن نقراو حسابنا كالعاده الإيطاليان نقراو حسابنا. هاك جيت بحذير الفكره نتاعي تغش منها سي حاتم. لا الناس